بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوميز وعواد بيهدروا فوز سهل جدا 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 كان في ايديهم على نادي الزمالك. يعني الشوط الاولاني الزمالك بيلعب باتزان، بيلعب باقل مجهود، بيتعب الكوره مش بيتعب اللعيبه، لان عارفين برضه ان هم بيلعبوا في درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه، فبيلعبوا الكوره من رجل لرجل والسهل الممتنع والدنيا ماشيه زي الفل. ابرز ما في الشوط الاولاني كله بنتايك اللي خرج مصاب، اللي هو كان نجم الشوط الاولاني وهو السبب في الهدفين، وبعديه يجي احمد فتوح والدنيا ماشيه زي الفل لغايه هوب كره مرتده من نص الملعب، رايح عليها الزناري ورايح عليها حسام عبد المجيد، يخرج عواد بلا داعي وبدون اي مبرر، بيخرج من جونه يسهل المأمورية على الراجل ان هو يحطها له، يلمسها بس تروح في اتجاه الجون ويجيب جون ويأزم المباراة قبل نهاية المباراة بدقيقة، قبل نهاية المباراة الشوط الأولاني بدقيقة، فكهرب الدنيا. فطلع العبقري بقى جوميز، المفروض ان انت كسبان 2-1 وهو انت عايز ايه؟ عايز المكسب، فالمكسب بقى في ايدك. ماشي، حارس المرمى غلط والديفنس غلط، بس اللي يشيلها عواد. انت رايح تنزل لعيب مكان بنتايك، طب ما تحط محمد شحاته في نص الملعب. يا عم بلاش محمد شحاته انت طلعت بنتايك، نزل مصطفى شلبي، وبعد كده تشوف بعد 10 دقايق ربع ساعه لقيت نص الملعب اتاخد منك، وهم جابوا جون تاني تعادل في اول الشوط التاني، والدنيا ازمت اكتر، وشاف نص الملعب بقى سداح مداح، دونجا لوحده، عبد الله مش قادر، واحمد فتوح بيميل غصب عنه ناحيه الليفت وبيخش وانت ماسك كره نص الملعب، فتعب. فمفروض بتنزل واحد زي محمد شحاته تاني وتطلع زيزو اللي هو عايز 100 مليون جنيه، عايز 100 مليون جنيه النهارده. يعني التجديد الجديد ده بناء على ايه؟ ما تكسبني يا عم وخد ال 100 مليون، يبقى لك بصمه جامده وخد ال 100 مليون، ما عندناش مشكله. بس انت النهارده على الفرقه، لا بتهاجم ولا بتدافع، واحنا مستنيينك بقى ترفع لي كورنر او ترفع لي فاول. ده فرقه تاكل عليها عيش للصبح. ده مصطفى شلبي اللي احنا مزعناه الماتش اللي فات وقطعنا فيه، النهارده لما قعد احتياطي ونزل كان افيد منك واخطر منك وعمل شغل عنك، وانت بتلعب 90 دقيقه مش شفناش منك حاجه، بس تمسك كوره وتعمل كده وتعمل كده وبعد كده تديها اللي جنبك. فين يا عم؟ امال عايز 100 مليون جنيه بناء على ايه يا عم زيزو؟ يا عم كسبني وخدهم، يبقى لك بصمه وخدهم. بعدين لعبت عمر فرج ولعبت الجزيري، ماشي، تقوم جاي شادد واحد منهم وتخلي الجزيري خليه في الملعب، راجل جايب لك جون وعامل جون، والتاني نفس الكلام جاب لك جون، بس خلاص كفايه عليه كده، اديله بقى الماتشات اللي جايه، يعني طلعه وهو مبسوط ان هو جاب جون، لان قاعد يلعب بتاع حوالي نص ساعه مش قادر يشيل رجله، وده غصب عنه عشان ما فيش حساسيه الماتشات. اخر ربع ساعه الزمالك بيتضغط وهو مش عارف، هو ينزل عمر جابر مكان احمد محمود. ايه رايكم في احمد محمود؟ بنطالب بيه بقاله فتره، بنطالب بيه بنقول له ان لعيب كويس، وهو فعلا لعيب كويس، عمل الجون التاني زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب، الكره جايه له الجزيري عملها له جري وحطها ببطن رجله ماشي على الارض زي ما بيقولوا زمان كره ارضيه برازيليه. اللي مكمل فيها مش الجزيري ولا عمر فرج، تخيلوا اللي مكمل فيها بنتين، يروح عليها ياخد معاه الاثنين يضربوا في بعض، الثلاثه الاثنين مدافعين وحارس المرمى بتاع انيمبيا، وتروح مقشره لعمر فرج يجيب جول. طب فين الجزيري؟ ما هو اللي عامل الاسيست ده معذور. طب فين عمر فرج؟ مش عارف، بس هو جه من ورا بعد كده هو اللي كمل. انما الكره اللي عملها احمد محمود، يعني كره بيقول لك هات جول وانت مغمض، كره مقشره يعني، يا دوب لا عملها زيزو ولا عملها مصطفى شلبي. يعني ده اول ماتش يلعبه وماتش بره وماتش صعب، ورغم كده عنده الثقه ان هو يعمل كوره زي كده، والله ما يقعد تاني، والله ما يقعد. المهم قعدت
عمال يحصل في التغييرات، عمال يغير غلط. لا بدأ بعمر الجزيري، بعمر فرج والجزيري ماشي، قلنا بيشد ودن مصطفى شلبي ماشي. بعد ما عمر جاب الجون كنت لازم تشده هو، ما تشدش الجزيري. وبعدين نزلت حسام اشرف بناء على ايه؟ قلتم ده انت ساب نص الملعب مدهول، الفرقه الثانيه مسكانه غير يعني منفضانه في نص الملعب، مساحات دونجا يروح لده، ده يبصيه عبد الله مش قادر واحمد فتوح مش قادر، وبعد كده يغير الزناري. ايه يعني الزناري لما جت الكره هو قاصد ان هو يجيبها جول؟ ده هي خبطت في رجله وحظهم ان هي راحت غيرت اتجاه. ما انت عندك 5 6 كور غيروا اتجاهها وما دخلتش جواه ليك النهارده. ولا انت حافظ مش فاهم؟ طبعا حافظ مش فاهم، لانك انت واحد زي الزناري الماتشات اللي فاتت دي وماتش النهارده تحديدا لغايه الكوره ما جت غصب عنه في رجله، ده من على ال 18 بس. صعبه جدا ان تروح هنا، يعني صعبه، بس ده قدرها وده نصيبها، وهي مكتوبه ان هي تروح كده وتخش. تقوم جاي مغيره منزل الونش اللي لسه راجع من الاصابه، قدر الونش اتصاب النهارده. كان كل اللي فات ده انت كده ضيعته على الونش. انت ما عندكش دماغ بتفكر خالص، انت دماغك فيها رمل واقفه. انا ما اعرفش. وبعدين الونش ايه يعني؟ ما انت عندك المسلوسي غيرك 15 مره وحسام عبد المجيد 15 مره ما بتطلعهمش. ولا ده عشان ان هو ما تعمل كوادر يابا، ما تعمل كوادر، يبقى عندك الزناري وعندك الونش وعندك حسام وعندك، يبقى في الاخر خالص يوم ما تحتاجوا اللي هو اللي اسمه المسلوسي ده، اللي انا مش مقتنع بيه ان هو يلعب في الحته دي ومحترف. يعني انا جايب محترف عشان ان هو بس يقعد يعمل لي كده يعمل لي كده، ده ما بيعرفش يعمل جامب، ما بيعرفش يعمل سبرنت مع الراجل، واحد على واحد بيتكلفت على طول. حاجات تنرفز وتضايق، ويقول لك مدرب ولا ولازم يتجدد له ولا ولازم، واقسم بالله اقسم بالله بياكل عيش، والله بياكل عيش، ما عنده فكره، ما عندوش رؤيه. يقول لك طب انت منزل مشلاك ليه صحيح؟ تعالى بقى فكرتني، ايه مشلاك ده؟ ايه مشلاك ده يعني؟ قول لي ميزته ايه؟ ده توتو خالص. ده عارف توتو؟ انشف منه، والله العظيم توتو انشف منه. يعني وانا سامع ان الرئيس النادي هنا بتاعه يا عم انهوا الاعاره وادوا له ويمشي. خلاص احنا داخلين على شهر واحد، انهوا لهم الاعاره وياخدوا في ايده ويمشي. بدل ما بيطلع في الفضائيات ويقعد يقول لك انا ما شفتش لعيبه الاهلي قدام الاهلي بيقطعوا في الاماء. مش عايزين نخش في القصه دي تاني يا عم، لاجل النبي ريحنا وريح نفسك، خده وامشي. طالما ان هو عاجبك قوي كده خده وامشي. مش هو عندك يا عم؟ خده جحا اولى بلحم طور، ها خده عندك. احنا مش عايزينه، احنا جماهير الزمالك مش عايزاه. لا ما اعرفش يعني انت بتلعبه بناء على ايه، وبتلعبه ايه الميزه اللي فيه؟ مش عارف. يعني بيقول لك سريع مش سريع، بيقول لك ان هو انطلاقاته ولا المصحف ولا شفنا ولا انطلاق، ولا بيعرف يسيطر على الكوره ولا بيعرف يتحكم في الكوره، ولا ده ندي لايشو ده احسن منه، ادي لاي لعيب ناشئ اديله الفرصه احسن منه. ده ما بيعملش حاجه خالص خالص، ما فيهوش ميزه. مع كل بقى الاحترام لرئيس النادي، خده وانت ماشي، مع انت هنا في اجازه انا عارف، وانت ماشي كده خده في ايدك، حلال عليك يا عم. وزيزو لازم يفوق شويه بصراحه، يعني زيزو اللي انت بتعمله ده ما تقوليش بقى عشان التجديد ومش التجديد. شفت محمد صلاح بيعمل ايه؟ عنده تجديد زيك، بينزل بيحرج العالم كله، خلى العالم كله يضغط على رئيس النادي ولا ملك النادي ان هو جدد له سنتين. ومبروك لمصر ومبروك لمحمد صلاح. هي دي العقليات بقى، انما يقول لك زيزو برضه عقليه واحتراف ومش عارف ايه. انت بقالك فتره ضايع من بعد الاصابه، يعني انت لسه مالكش اي بصمه من زيزو اللي هو من نص الموسم اللي فات، من اول الموسم اللي فات لغايه نص. فلازم يعني تهين نفسك شويه ويبقى في بصمه ليك، لانك احنا عمال تقول 100 مليون والناس خلاص حطت في بقها زفت وقالت خلاص هندفع له، بس يبقى لك بصمه زي صلاح كده. كل ماتش بيحرج رئيس النادي وبيحرج النادي واداره النادي، ويخلي الجماهير هم اللي بيضغطوا. ليه؟ عشان مستواه عالي. ليه؟ عشان بيهدف وبيعمل اجوان وشايل فرقته. اعمل كده يا عم وخد ال 100 مليون، والله ما هتفرق عادي، مع ان اوضه اللبس هتبوظ وهتولع، بس اهو هنعمل ايه؟ كل ده عشان ما تروحش الاهلي، يعني هم هيعملوا كل ده عشان انت ما تروحش الاهلي. ف دوس على نفسك شويه يا زيزو، وهين نفسك شويه، وشيل المسؤوليه شويه عن لعيبه نادي الزمالك اللي هي اصلا بتاخد ملاليم. يعني عبد الله السعيد بدا كويس قوي، وبعد كده طبعا بحكم السن وحكم الجو وحكم حراره الملعب بدا في اخر المباراه، وده طبيعي، وهو كان لازم الراجل يغيره وينزل شحاته. يعني من ضمن التغييرات دي كان لازم شحاته يلعب، او اسمه ايه زياد كمان كان لازم يلعب راخر. يعني نحط واحد في نص الملعب يساعد دونجا مات النهارده.
وبرضه بكرر اهو، دونجا بيطور نفسه. النهارده شاط كام واحد على الجول، لا بنشوفها من اكرم ولا بنشوفها من مروان عطيه اللي هم بيلعبوا منتخب مصر. وعمالين يقول لك احسن دفاع، لا ما الراجل اهو بيدافع وبيهاجم وبيسدد على المرمى، وبقى دلوقتي محور اداء وارتكاز نادي الزمالك في الهجمات اللي هي بتبقى على الخصم وعلى طول على ال 18. فالتطوير جه بعد ما هو بقى اتقرص، فلما بقى كويس احنا بنطلع بنشيد بيه قوي، بنقول ان النهارده هو سدد اكتر من عبد الله السعيد واكتر من زيزو. يعني زيزو اللي هو ياخد 100 مليون ما سددش الكرات اللي هو سددها دونجا ولا عبد الله السعيد. برضه هنا هنشيد شويه بمصطفى شلبي لما نزل، لما اتقرص وقعد احتياطي، النهارده نازل مركز، نازل عايز يعمل حاجه، نازل بيموت نفسه عشان ان يبقى شكله كويس ويكسب النادي. ها يا عم زيزو، الجزيري النهارده بعد الغيبه دي بنقول له والله كتر خيرك يعني. وعمر فرج ده لازم ياخد الفتره اللي جايه اكتر من كده يعني. انما حسام اشرف يطلع اعاره تاني بصراحه يعني لسه قدامه بدري يعني. احمد محمود النهارده برضه من اللعيبه الهايله، حسام عبد المجيد هايل، الزناري هايل رغم الكره اللي هي جت في رجله دي غصب عنه. احمد فتوح من نجوم المباراه بصراحه يعني، تقل وبيقف على الكوره، بيعرف يسلمك امتى ويستلم منك امتى ويهدي الريتم امتى ويسرع الريتم امتى. لا بصراحه هايل احمد فتوح، وفي الحته دي ماشي كويس قوي يعني. على العموم التعادل السبب فيه رقم 1 جوميز، ورقم 2 عواد بالغلطه اللي هو غلطها دي، بس هو كان كسبان يعني 2-1 يعني. هو ماشي 2-0 غلط بقت 2-1، انما الغلطه الاكبر اللي شيلها هو جوميز. يعني جوميز هو اللي يتحمل النهارده نتيجه المباراه دي. ولسه المشوار طويل، ولسه في ماتشين للزمالك مع المصري، وبعد كده هيلاعب الفرقه اللي فاتت ديت، وبعد كده هيلاعب انيمبا، دي اخر ماتش هنا في مصر. فان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك والنادي الاهلي وبيراميدز والمصري، وان شاء الله نشوفهم الاربعه كده بيلعبوا في النهائيات باذن الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب، اشكركم، السلام عليكم.